وسهلا بيكم في زوي زون، دليلكم ليوم أفضل. أنا زوي، وفي البودكاست هنا هتكلم معاكم عن الحياة، عن الحاجات اللي بتزقنا يوم كمان عشان نكمل. الدنيا مش ريشة في هوا زي ما قالوا، ولا طريقك مسدود مسدود يا ولد. الدنيا مرحلة لازم نعديها بحلوها ومرها. هنا هنقدر الحلو ونشوف ازاي نصبر على المر. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة، بحب أعتذر ليكم على إنه ما كانش فيه حلقة الأسبوع اللي فات، بس ده كان لظروف خارجة عن إرادتنا. آخر حلقة أنا سجلتها أصلا بالعافية لأن كان في عندي مشاكل في أسناني، وطبعا كلنا عارفين وجع السنين بيبقى عامل إزاي. بس الحمد لله أنا دلوقتي أحسن. مش عايزة أطول عليكم، بس أنا قلت إنه حقكم عليا إني أعتذر عن الموضوع ده، وإن شاء الله ما يتكررش تاني. يلا بينا نبدأ حلقتنا. تخيلوا معايا كده، راجعين من الشغل واليوم ما كانش أحسن حاجة. الدنيا بتمطر والشوارع غرقانة وزحمة، وكل اللي نفسكم فيه إنكم ترجعوا البيت، تتكلفتوا بالبطانية، وفي إيديكم كوباية سخنة لمشروبكم المفضل، وتتفرجوا على الفيلم أو المسلسل اللي بتحبوه. الصورة الذهنية دي مش هتبقى مريحة بالقدر الكافي لو ما فيهاش جزء الفيلم أو المسلسل أو حتى الكرتون. الأعمال الدرامية جزء كبير من حياتنا، وعلى الرغم من إن في ناس كتير بتشوفها حاجة تافهة ومضيعة للوقت، إلا إنها بتأثر فينا وفي نفسيتنا وطريقة رؤيتنا للدنيا. بس يا ترى كل ده إزاي؟ وده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. في البداية خلينا نقول إيه هي الدراما؟ الدراما هي فن بيستخدم الحوار والإيحاء لإظهار حالات إنسانية مختلفة وإثارة ردود أفعال عاطفية لدى المشاهدين، وده بيندرج تحته كل الحاجات اللي بنتفرج عليها، سواء أفلام، مسلسلات تلفزيونية أو إذاعية، كرتون، مسرحيات، بغض النظر بقى عن نوع المحتوى ذات نفسه، سواء كوميدي أو تراجيدي، أكشن أو رومانسي. وفكرة الدراما دي مش فكرة مستحدثة، الإنسان عرف الدراما من قديم الأزل، يمكن بشكل مختلف عن دلوقتي، زي الحكائين اللي كانوا بيبقوا موجودين في الأسواق ويحكوا للناس قصص أسطورية. وده الحكاية دي ما كانتش بتخلو من بعض التمثيل عشان يقنع الناس بالقصة ويجذب انتباههم. حتى الأراجوز كان برضو بيأدي نفس المهمة، اللي هي مهمة الدراما. الدراما مهمتها إنها تساعد في تخفيف الملل والضغط والقلق، ودي حاجة اللي احنا بنشوفها، أو المهمة المباشرة يعني. بس في حاجات تانية احنا مش بناخد بالنا منها. الدراما بتزود من تعاطفنا، زي مثلا الأعمال اللي بتورينا مثلا الجانب الآخر من شخص شرير، لأنها بتورينا إنه الإنسان مش أبيض وأسود، وإنه سهل إن إحنا نحكم على الفعل، لكن الإنسان اللي عمل الفعل ده لازم ناخد بالنا إن في معطيات كتير خلته يعمل الفعل ده. مين فينا ما تعاطفش مع بيليا في فيلم العفاريت؟ ولو إنك ممكن لو شفت طفلة زيها في الشارع ما يبقاش عندك التعاطف ده، لأنك ما تعرفش الحكاية أو ظروفك ما سمحتلكش إنك تشوف ده في الواقع. ده غير إن الدراما بتخلينا منفتحين على مجتمعات تانية، خصوصا لو بنتفرج على أعمال درامية من دول تانية أو لغات مختلفة عن اللغة بتاعتنا. كمان بتوفر لنا فرصة إننا نتعرف على قضايا اجتماعية وثقافية مختلفة ونفكر فيها من منظور ووجهة نظر تانية. في دراسة تركية اتعملت على أطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، لقوا إن استخدام الدراما كوسيلة للتعلم التعاوني ساعد الأطفال دي على تحسين مهارات الاتصال والتفاعل الاجتماعي عندهم، وزود من قدرتهم الإبداعية. ولما عملوا دراسة برضو على المراهقين عندهم مشاكل في حل الخلافات، واستخدموا في الدراسة ديت الدراما ذات نفسها
كوسيلة لإرشاد المجموعة دي، لقوا إن الطريقة دي ساعدتهم في إنهم يطوروا مهارات حل المشكلات والتفاوض عندهم. بالنسبة لي بشوف إن الدراما وسيلة ليا إني أطور من نفسي، لأنه أي عمل درامي بيتكون من بداية وذروة ونهاية. البداية دي اللي احنا بنتعرف فيها على الشخصيات، بعد كده الأحداث بتاخدنا بقى ناحية الصراع أو الذروة، بعد كده هو تبتدي تتفك المشكلة ونوصل للحل أو النهاية. وده بيخليني أتعرف على نماذج شخصيات مختلفة ممكن أكون ما شفتهمش في حياتي، وأشوف مواقف ومشاكل ممكن ما أكونش تعرضت لها، وكمان أعرف طرق لحل المشاكل دي. وده بيخلي الواحد عنده مخزون ممكن يساعده بعد كده في حل مشكلاته. صحيح الدراما فيها جزء من الخيال، لكن في الآخر اللي كتب الأعمال دي بني آدم، والكتابة بتبقى مجموعة من الخبرات والتجارب وناس الكاتب قابلهم في حياته، ورسالة بيبقى عايز يوصلها بطريق مباشر أو غير مباشر. كمان الدراما بتدي فرصة لناس كتير إنهم يطلعوا مشاعرهم ويخرجوا طاقات سلبية، زي إنك مثلا تكون متضايق أو حزين وتتفرج على فيلم بيحكي معاناة حد ومشكلة كبيرة بيمر بيها، فتلاقي نفسك خرجت جزء من طاقة الحزن ده، سواء بقى إنك اتأثرت بالفيلم مثلا وعيطت، أو انطبق عليك المثل اللي بيقول اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته، أو إنك تتفرج على فيلم كوميدي فتسرق لحظة فرح وسعادة تفصل بيها عن مشكلة مضايقاك، فتقدر بعد كده تفكر في حلها بطريقة أحسن. زي ما احنا خلاص اتعودنا أنا مش بعرض جزء واحد سواء السلبي أو الإيجابي، أنا بحب أنقل لكم الصورة كاملة على قد ما أقدر. فالدراما زي ما ليها مميزات ليها كمان عيوب وتأثيرات سلبية، خصوصا لو كنا بنتفرج على محتوى فيه مواضيع سلبية أو عنيفة أو ضد القيم والمبادئ. النوعية دي ممكن يبقى ليها تأثير سلبي علينا، عكس تماما التأثير الإيجابي للدراما، زي إنه يبقى فيه انخفاض في مستوى السعادة والرضا عن الحياة، وزيادة في مستوى القلق والاكتئاب والتوتر، وتشويه للصورة الذاتية والثقة بالنفس. ممكن كمان تقلل التعاطف والتفاهم مع الناس الآخرين، كمان تأثر في قراراتنا وسلوكياتنا والمواقف اللي احنا بناخدها تجاه قضايا معينة، بتعزز العنف والتطرف، ممكن يبقى كمان تؤدي لانحراف القيم والمبادئ والأخلاق، ممكن نوصل لمرحلة إدمان المشاهدة والانسحاب من الواقع. فده بيخلينا نشوف إن الدراما فعلا مش حاجة تافهة، زي ما هي أداة قوية إن الواحد يستخدمها بطريقة إيجابية، ممكن كمان تبقى أداة قوية لو استخدمت بطريقة سلبية. زي مثلا في أعمال كتير مؤخرا كنت بشوفها بلاقيها بتقدم نماذج علاقات رومانسية أقل ما يقال عنها إنها سامة، وتلاقيهم بيقدموا العلاقات دي على إنها جميلة وحلوة ومفيهاش مشكلة، وتلاقي بقى الناس على السوشيال ميديا بيقولوا عليها relationship goals، وأنا نفسي يبقى حد في حياتي بالطريقة دي، وهي العلاقة وحشة وسامة، ولو ركزوا شوية مش هيتمنوها لألد أعدائهم. كمان مشاهد العنف اللي بتتقدم في الأعمال دي بتقلل من حساسيتنا للعنف، بيبقى بالنسبة لنا ده شيء عادي لو شفنا مشاهد زي دي في الواقع بتاعنا، خصوصا لو المشاهد دي مثلا بيقوم بيها البطل وبتمر كده عادي، لا في عواقب أخلاقية ولا قانونية ولا حد بيكلمه. الممارسات والمشاهد دي مش مؤذية من أول مرة، لكن إحنا لو استهلكنا النوعية دي من المحتوى بكمية كبيرة بتقلل من مشاعر وحاجات كتير جوانا. عشان كده لازم نتفرج بوعي، مش أي حاجة كده وخلاص. نبقى حذرين في اختيار العمل الدرامي اللي هنتفرج عليه، ونحافظ على التوازن بين إن إحنا نتفرج على حاجة فيها ترفيه وبتضحك والتثقيف كمان.
الدراما ممكن نستخدمها تبقى وسيلة للإلهام والإبداع، بس مش طريقة نهرب بيها من الواقع. الدراما فن جميل وإبداع إنساني متكامل، بس زي ما قلنا لازم ناخد بالنا إحنا بنتفرج على إيه، وإيه القيم اللي موجودة في العمل الدرامي اللي بنتفرج عليه ده، وهل هي مناسبة معانا ولا لأ. مش بس عشان العمل الدرامي بقى ترند وكل الناس بتتفرج عليه يبقى إحنا لازم نشوفه، لو هو مش متناسب معانا يبقى ما نتفرجش عليه. وناخد بالنا من الوقت اللي إحنا بنتفرج فيه على الأعمال الدرامية دي، ده هنتحاسب عليه، فلازم نستفيد منه، ولو حتى كانت الاستفادة إننا نضحك بس. عرفونا بتحبوا أنهي نوع من الأنواع الأعمال الدرامية، أفلام ولا مسلسلات، وإيه العمل الدرامي اللي بتحبوه وممكن تتفرجوا عليه أكتر من مرة. أحب أقول لكم إن الحلقة الجاية هتبقى آخر حلقة في الموسم الأول. مش قادرة أقول لكم أنا قد إيه متحمسة للموسم التاني والأفكار اللي عندنا ليه. ما تنسوش تعملوا فولو لصفحتنا على الفيسبوك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. اللينكات هتلاقوها في وصف الحلقة، ونتقابل على خير الحلقة الجاية.